السلام عليكم. كان نقدر نحصل على السيارة حقت السباق في GTA أونلاين؟ نعم شباب، نقدر نحصل على السيارة وببلاش شباب. إما لايك اشترك وهيا نبدأ. مكانها بالضبط هون في الخريطة شباب، هذا هو مكان بالضبط في الخريطة. هون بعيد جدا، نهاية الخريطة شباب. شوفون هون، هذا المكان هو اللي هون تتغطى هون شباب. مكانها بعيد جدا في خريطة، تذهب إلى أمام جدا شباب. بعدها شباب هذا هو المكان النهائي لها في الخريطة شباب. شوفون هذا هو المكان، بعيد جدا شباب. ها هو المكان في GTA أونلاين، ما تقدر تروح بدباب ولا أي شي شباب. شباب هذا هو المكان، لما نيجي هون حنلاقيها مش موجودة هون شباب. كل على ننزل من السيارة حقتنا، نيجي على هون هذا المكان. شوفون هذا السلم، شوفون هذا السلم كيف. أريد الركوب هنا صراحة مرة هي مش موجودة هون شباب. ها هي، واو شوفونها كيف. نعم ها هي سيارة سباق كاملة، يمكننا تحصيلها في GTA أونلاين. خلونا نشوف السيارة هل هي أسطورية كما يقولون إنها سيارة مصفحة شباب. واو شوفون كيف السيارة. صراحة السرعة مش سريعة، يعني مش نافعة للمكان اللي شخص عايز سيارة سريعة. فقط لا أعرف ماذا تستفيدون من هذه السيارة. صراحة السيارة أساسا مش مصفحة، شوفونها. ليك أنا لم تعجبني السيارة شباب، هرميها في البحر لأن أنا معي قائمة الغش. هاخدها هون ونروح منها شباب. باخد قائمة الغش واخد سيارة واروح، مش حقدر اروح بيها قدمان. هون حاجة اختار السيارة اللي بجيب بان شباب. هاي السيارة هذه أنا جدا بعشقها شباب. اللي كاسي هذه السيارة كلاسيكي واقعي جدا، كلاسيكي واقعي في هذه السيارة. ليك أنا بحب هذه السيارة. شوفونها كيف شوفون كيف الواقعية في هذه السيارة، واقعية جدا رهيبة، مش مصفحة كثير شباب. بس أنا بحب هذه السيارة في GTA أونلاين صراحة، حتعجبك جدا. في GTA الأصلية لو لقيتها، نعم شباب، هذا أيضا شيء أسطوري في GTA الأصلية وفي GTA النسخة المحسن شباب أيضا. لا في قناة سرعات الألعاب شباب، ما تشتركوا في قناتنا، وقناتنا كلها شرح عن GTA سان أندرياس، ألعاب كثيرة شباب. والله ألعاب أسطورية جدا، وأنصحكم تشاهدوا قناتنا. هذا يعجبكم جدا يا شباب، يعجبكم المحتوى الخاص فينا. هي نايس هليكوبتر، ما حقدر أحصل هون. حقدر أحصل طيارة جدا رهيبة. هون ها هي، ندخل هون في قائمة غش يا شباب. في قائمة غش في هذا السيرفر شباب. نعم شوف، ما أقدر أحصل على الطيارة لأنها ضخمة جدا، مش حقدر أسوقها هون. حختار سيارة موزونة تكون. هاجي من هون على هذه الواجهة بالضبط وأختار هذه السيارة شباب. شوفونها كيف كلاسيكية، يعني مثل السيارة اللي أنا شريت شباب. والله ضيعت فلوسي في سيارة نادر جدا، بس ما أعرف وين راحت هي الآن. ضيعت فلوسي كلها، مش كنت عارف إنه موجود قائمة غش في GTA سان أندرياس أونلاين. والله ما كنت أعرف إنه في قائمة غش، بس طلعت في قائمة غش شباب. ونقدر نجيب سيارة، أسلحة، فلوس. هاي شوفون فلوس صفر لأني ضيعتها في هذيك السيارة اللي مش عارفة وين راحت الآن، لما سرقوها مني شباب. شباب صراحة سيارة ضيعتها فلوس شباب، مش كنت أعرف أي شيء صار من هذه السيارة. أنا الآن صرت غني، أقدر أرمي سيارات زي زمان ما كان معي ولا سيارة. شوفون أقدر أرمي السيارات الآن، أقدر بعد ما أريده. فاز لأني أنا عشت حياة أمنية. خلت شباب حختار هذا هون توجد سيارات بس مش عجباني جدا شباب. اختار هذه وحاج دحاش. وهذه جرار لا ينفع معي. حاجة على قائمة الغش واختار شيء جديد شباب.
كل جديد هون. هذا شباب، شوفي هون في سيارات شرطة شباب نادرة جدا، هنختار هذه. شوفون هذه سيارة البوليس شباب، هذه السيارة أسطورية جدا، هنصنع لكم منها مقاطع إن شاء الله شباب. هي سيارة مش عارف هي مصفحة ولا ما أعرف هل هي مصفحة ولا لا. وغرغد لماذا غرغد؟ هجيبها مرة تانية، أقدر أجيبها من البوليس، من خيارات بوليس شباب، أقدر أجيبها من خيارات هون شباب. هاي يس شباب، يعني في سيارات كلاسيكية للشرطة شباب، في مواتر، هذا الموتر شرطة أيضا، أقدر أخده وأقدر أسوقه. نعم أقدر أسوق موتر الشرطة في GTA سان أندرياس. والله مش أقدر أصير شرطي، إيش أمسك أساسا هن أقوى منك. في GTA النسخة العادية ما شاء الله شباب، حقدر أمسك شرطة عادي جدا، أقدر تصير شرطي. هون تجيك نجمة، تجيك 5 نجمات ما تصلك. بس هون في GTA والله متعة أكتر، لأن حتلاقي بيه أصدقائك ولا تقدر تدخل مع صبة صحابك والله، تقدر تعمل كل شي في أونلاين. بس في النسخة العادية مش هنقدر نعمل أي شي شباب، وكل اللي علينا نعمله فقط ندخل NPCs، مش هنقدر نلعب مع والله مع صديقنا إلا على الكمبيوتر والبي سي نقدر نلعب والله. في بعض الأحيان في كمبيوترات لا تدعم أونلاين شباب، نعم لا تدعم أونلاين شباب. والله شباب هذا الموتر رهيب جدا حق الشرطة شباب، بالذات انك في GTA اونلاين هذا الموتر يكون لك الاماكن للموتوسيكلات للمواتر، فقط هذا الموتر لا نجده. كل اللي عليكم انكم تشتركوا في قناتنا ليصلكم كل جديد عن في قناة شروحات للالعاب شباب، قناة رهيبة جدا مش هيحصل فيها كلام كعب ولا اي شي شباب. ما تنسوش الاشتراك في القناة.